نضارة بشرتنا وجمال ورونق شعرنا دي نتيجة هنوصل لها لما نحقق الثلاث حاجات دول: زيادة وعينا بنوع بشرتنا وشعرنا، تاني حاجة نستخدم منتج مناسب ليهم، تالت حاجة ان احنا نفسيتنا تكون كويسة وصحتنا تكون برضو جيدة. وعلشان كده ما كانش ينفع اقدم لك اول اتنين واهمل النقطة الثالثة، فقررنا ننزل مجموعة فيديوهات تحت هاشتاج تعزيز صحة بنفسك. دي عادة هيكون ليها علاقة بالحاجات اللي هتعزز من صحتك. فيديو النهارده هيكون خاص بالفيتامينز اللي اغلبنا بيكاد يكون بيستخدمها بشكل يومي، فتعالي اقول لك على افضل وقت تاخدي الفيتامينز دي علشان جسمك يستفيد بيها اقصى استفادة. يلا بينا. فيتامين بي 12 يفضل ناخده الصبح بدري لان ده ليه علاقه بالعمليات الحيويه والنشاط والحرق، فانسب توقيت ليه طبعا هيكون الصبح. كذلك برضو حمض الفوليك. اما بقى الكالسيوم فانسب وقت ليه ان انت تاخديه بالليل لانه هيساعد على الاسترخاء. مش بس كده، كمان ده افضل وقت لامتصاص الكالسيوم بيكون بالليل. ولو بتاخدي فيتامين دي فيفضل تاخديه في نص اليوم لان عاده فيتامين دي هيكون مكتوب لك بتركيزات عاليه، فيفضل ان احنا ناخده مع الوجبه الرئيسيه بعد الغداء. ولو بتاخدي الحديد تعالي اقول لك تاخديه امتى. عاده عنصر الحديد من الحاجات الرزله في امتصاصها واثارها الجانبيه تقيله جدا على المعده، فانسب توقيت ان انت تاخديه يا اما قبل الاكل بساعه يا اما بعد الاكل بساعتين. ويا سلام بقى لو خدتي معاه بقى فيتامين سي كوبايه برتقال، انت كده عززتي من امتصاصه. الاوميجا 3 مهمه جدا في الحرق وزياده النشاط والتركيز والحيويه، عشان كده مهم جدا ان انت تاخديها يا اما في بدايه اليوم او يا اما تاخديها بعد الوجبه الرئيسيه اللي هو بعد الغداء. يلا قولوا لي في الكومنتس كنتوا بتاخدوا الفيتامينز دي في مواعيدها المظبوطه ولا لا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على قناه اليوتيوب، واشوفكم فيديوهات تانية كتير.